كالعادة قمت من النوم، استحميت ولبست ونزلت الشغل اللي انت بتحبوش. بتخلص شغل وتطلع بيتكم تاكل وتحط دماغك على المخدة وتحاول تنام عشان تعيد نفس اليوم تاني. بس مش بيجيلك نوم، وفجأة بيجي قدامك شخص عكسك تماما، بيعمل كل حاجة انت نفسك تعملها وبيخليك تسأل نفسك انت ليه مش زيه. فيلم فايت كلاب، يلا نحلل الفيلم. Things you own end up owning you. مبدئيا البطل بتاع الفيلم ملوش اسم، هو واحد شغال موظف وحياته مملة جدا ومش بينام بالليل، وبيحاول يلاقي احساس بالحياة في اماكن عجيبة جدا زي مجموعات دعم لناس عندهم مشاكل صحية. بيمثل انه عيان عشان الناس تحضنه وتطبطب عليه ويحس بالحياة من تاني، وده بيساعده فعلا انه ينام. لحد اما بتيجي الشخصية دي، ست مشوشة شبهه بالظبط وبتمثل انها عيانة زيه، وبالتالي وجودها بيكشف كدبته، فالمشكلة بتيجي تاني ومش بينام بالليل، وبيفضل على الحال ده لحد ما بيقابل عمي وعمك وعمنا كلنا. تايلر من أجمد الشخصيات اللي اتعملت في السينما. ستايله عشوائي، كلمته تقيلة، وبيتكلم عن الحاجات اللي بتتحكم فينا. تحسه فيلسوف مع ان مش باين عليه خالص. وبعدها بيت بطل الفيلم بيولع وكل حاجة فيه بتبوظ. ساعتها البطل بيتصل بتايلر وبيقوله انا عايز اقابلك، وفعلا بيقابله. وفي مشهد عجيب جدا بنلاقي تايلر بيقوله I want you to hit me as hard as you can. قال له مد ايدك عليا باقوى حاجة عندك. بالبلدي كده بيقوله تعالى نلعب جولة. ومن هنا بتيجي فكرة Welcome to Fight Club. فايت كلاب، نادي القتال. ايه هو بقى نادي القتال ده ومعمول في الفيلم ليه؟ تعال افهمك. المكان ده بالنسبة لكل اللي فيه مش وسيلة اذى، دي وسيلة احساس بالحياة. كل يوم بتلاقي ناس جديدة بتنضم للنادي. النادي بقى زي المخدرات بالنسبة لهم، بيسكن عدم احساسهم بالحياة لمدة مؤقتة لحد ما المسكن ده يخلص، وبعدها بيطلعوا على النادي تاني. والمكان ده ليه قواعد، اهمها ما تتكلمش عن نادي القتال. يعني المكان ده بقى البيت الوحيد اللي بيحسوا فيه بالحياة، حتى لو تمن الإحساس ده هو الوجع والإحساس بالألم. عندنا مشهد مهم لازم نحلله، لما تايلر بيتجنن وبيحط مسدس على دماغ واحد غلبان شغال في محل معملش أي حاجة، وبيسأله انت في كلية ايه وبتاخد فيها ايه؟ فبيقوله باخد أحياء. فبيسأله بتاخدها ليه؟ بيقوله معرفش، زيه زينا بنتعلم حاجات ومش فاهمين بنتعلمها ليه. وبعدها بيقوله نفسك تبقى ايه؟ بيقوله طبيب حيوانات. فبيقوله انا هسيبك تمشي دلوقتي وهخلي بطاقتك معايا، ولو بعد 6 أسابيع اكتشفت انك لسه ما عملتش حاجة عشان تبقى طبيب حيوانات هموتك. وبيسيبه يمشي. تعالى نفهم مع بعض المشهد ده عايز يقول ايه. المشهد ده عايز يقولك حاجتين. اولا انك خاضع للنظام بشكل تام، سواء كان نظام شغل او تعليم او ايا يكن، لكن مش بتحاول تفهم حتى انت بتاخد الحاجة دي ليه. وثانيا بيقولك انك ما ينفعش تعمل الحاجة المألوفة اللي كله بيعملها وخلاص. لا، شوف انت حابب تبقى ايه واعمله. حابب تبقى مهندس خليك مهندس، حابب تبقى لعيب تنس يبقى لعيب تنس، حابب تبقى طبيب حيوانات زيه اعمل كده. ما تخضعش للنظام العام والتقاليد بتاعة المجتمع قصاد سعادتك. بنشوف ان مع الوقت تايلر بيدخل حياة البطل لحد ما بياخد مكانه وياخد اهتمام الناس، حتى بياخد اهتمام كل الناس اللي حواليه. والبطل بيغيب ويجي يلاقي حاجات حصلت من دون علمه، وبدأ يحس ان في حاجة غلط. وهنا بيبدأ مشروع الفوضى. نادي القتال ما بقاش كفاية، والناس بتوعه بقوا جماعات ليهم نفس الستايل وبيسمعوا كلام تايلر في اي حاجة بيتقولها. بيتخانقوا مع ناس بدون سبب، بيشتموا اصحاب الشغل اللي هما فيه، بيعملوا مصايب في المدينة. وهنا بطل الفيلم مش فاهم حاجة وبيحاول ينقذ الموقف ويوقف كل اللي بيحصل ده، لحد اما بيكتشف ان هو وتايلر نفس الشخص. تايلر هو امتداد عقله الباطن، الجانب التاني منه اللي مش بيخاف وبيفضل الفوضى وبيعمل اللي هو عايزه. المهم بعدها البطل بتاع الفيلم عشان يخلص منه بيمسك المسدس ويدي نفسه طلقة، فتايلر بيموت. والمشهد ده بيقولك انه ما قتلش نفسه، هو قتل جزء منه بس. طبعا انت متهيألك ان كده الفيلم خلص. هو الفيلم خلص فعلا، بس انا لسه مخلصتش. يلا نحلل الفيلم ونشوف الاهداف اللي عايز يوصلها لك. طب الفيلم عايز يقولك ايه بقى؟ الفيلم عايز يقولك ان العالم حوالينا مصطنع،
بنجيب حاجات استهلاكية مش محتاجينها عشان نثبت وجودنا، بس وجودنا الحقيقي مش في الاستهلاك أو العنف، بل في إنك تواجه نفسك، إنك تشوف الوحش اللي جواك وتموته بإيدك. تايلر مش بطل، هو البديل الغاضب اللي اتكون لما البطل ما كانش عايز يواجه نفسه. الفيلم بيقولك إن مش شغلك ولبسك وحسابك في البنك والآيفون اللي في إيدك هما اللي هيخلوك مبسوط وعايش بجد. بيقولك إنك لازم تعمل الحاجة اللي انت حاببها وتجيب الحاجة اللي انت فعلا محتاجها، والحاجة اللي انت فعلا محتاج تستهلكها، مش أي حاجة استهلاكية وخلاص عشان الناس بتجيبها فتعمل زيهم. وكمان بيخوفك من إنك تسيب الجانب المظلم منك يتحكم فيك، وإن جواك صراع داخلي لازم اللي يكسب الجانب الإيجابي منك مش السلبي. ولو هنلخص الأهداف اللي الفيلم عايز يقولها لك فهما 6 أهداف. الهدف الأول هو نقد الاستهلاك والمجتمع الرأسمالي. الفيلم بينتقد الحياة الاستهلاكية اللي بتحول الإنسان عبد لوظيفته والمشتهيات والعلامات التجارية. والجملة اللي اتقالت في الفيلم، الحاجات اللي انت بتمتلكها مع الوقت هي اللي هتمتلكك. الهدف التاني البحث عن الهوية والمعنى. البطل بيعدي بأزمة وجودية، بيحاول يفهم نفسه ويلاقي معنى لحياته. وشخصية تايلر بتمثل الجانب الغاضب على القواعد وملل المجتمع. الهدف الثالث هي الذكورة والضعف في المجتمع الحديث. الفيلم بيسأل تساؤلات عن مفهوم الرجولة والضغط اللي بيتعرض له الناس في المجتمعات الحديثة، ونادي القتال بيكون وسيلة للتنفيس عن الغضب والكبت زي ما شفنا في الفيلم. الهدف الرابع الانفصام النفسي والهوية المزدوجة. الفيلم بيتكلم عن أنواع الخلل النفسي المعقدة زي انفصام الشخصية بشكل رمزي، وبيطرح فكرة إن الشخص ممكن يكون عدو نفسه. الهدف الخامس العنف كأداة للتمرد واليقظة. العنف في الفيلم مش تمجيد للدم، لكن تعبير عن رغبة البطل في كسر القيود وتحقيق وعي ذاتي جديد. الهدف السادس الهدم كخطوة أولى لإعادة البناء. تايلر بيؤمن إن لازم نهدم كل حاجة مصطنعة عشان نقدر نبدأ من جديد على أسس حقيقية. والهدف السابع وده من عندنا، إن مش لازم المخدرات تكون مواد كيماوية، وانت فاهم يعني ايه مواد كيماوية، بل ممكن تكون أي حاجة غلط الإنسان بيعملها عشان ينفس عن غضبه ويحس إنه مبسوط. زي نادي القتال في الفيلم كده، هما كانوا بيعملوا حاجة غلط بس متهيألهم إن ده الوسيلة الصح علشان ينفسوا عن الغضب بتاعهم ويحسوا إنهم عايشين. وبالتالي مش أي حاجة بتخليك مبسوط تعملها، لأن الإدمان مش بس مخدرات، ده ممكن يكون أي حاجة تانية غلط. ولو هلخص الفيلم ده في جملة واحدة فهتبقى الجملة دي: كي تجد ذاتك عليك أولا أن تهدم كل ما ظننته ذاتك. أنا خلصت، بس الأفلام لسه ما خلصتش. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واكتب لي في الكومنتات عن الفيلم اللي حابب ان اتكلم عنه في الفيديو الجاي. وبس كده، سلام.